قعدت قبل كده مع موظف في كوتشنج سيشن، استمعت، سألت، حللت واديته الحل الأمثل. مشي ورجع بعد أسبوعين بنفس المشكلة، مش لأن الحل كان غلط، ولكن مش هو اللي لقى الحل. الكوتشنج من أهم المهارات اللي أي متخصص في ال L&D أو أي كونسلتنت لازم يتقنها، مش بس علشان تطور فريقك، ولكن عشان تخلي الناس تقتنع بحلولها هي مش حلولك انت. بس في الحقيقة ان معظمنا اتدرب على ازاي يدي فيدباك او ازاي يحدد اهداف. محدش فعلا علمنا ازاي ندي كوتشنج سيشن كاملة من اولها لاخرها بطريقة تخلي الشخص اللي بتعمله الكوتشنج يمشي وهو كوميتد بالفعل. عشان كده عملت الكوتشنج اسينشالز ويبينار عملي بياخدك خطوة بخطوة خلال 6 ستيبس بتبني عليهم الكوتشنج سيشن الناجحة، من الايس بريكنج لحد الاجريمنت. وكمان كل اللي هتتعلمه في الويبينار موجود في بوكلت هتاخده معاك، 28 صفحة فيهم كل الفريم وركس، الأسئلة، المودلز، وتقدر ترجع لها بعدين. الويبينار دوت يبقى مناسب ليك لو انت ليدر بيدير ناس، HR او L&D بروفيشنال او حتى كونسلتنت بيشتغل مع كلاينتس. في اللينك اللي في الكومنتس هتلاقي كل التفاصيل، وتقدر تحجز مكانك في السيشنز اللي بتتعمل مرة كل شهر، وبتتقدم بالعربي وبالانجليزي على حسب اللي يناسبك. لو عايز تبقى كوتش يخلي الموظف عنده القدرة انه يبدع مش بس يطبق الحلول اللي اتقال له عليها، الكوتشنج اسينشالز ويبينار بيعلمك ازاي تبقى الشخص دوت.